السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل مع بعض السينابون رولز. طبعا بمناسبة الشتاء بقى وان احنا عايزين حاجة تدفي علينا. طبعا المكونات كلها هسيبها لكم في الديسكريبشن بوكس. هنبدأ الاول ان احنا نجهز. عندي الخميرة. هحط الخميرة على السكر على المية وهسيبهم على جنب يشتغلوا لغاية ما اجهز بقية المكونات بتاعتي. عندي معجون الدقيق ده بيبقى حلو قوي بجد في اي معجنات لو عملناه، بيخلي المعجنات طرية بطريقة فظيعة وهشة. هحط الدقيق على المية وعلى نار هادية او في الميكرويف. انا دخلته الميكرويف حوالي 40 ثانية بس كنت بخرجه كل 20 ثانية بقلبه مع بعض. ولو في باتر ميلك تمام، مفيش عندنا كوباية اللبن هنحط عليها معلقة خل هيتكون عندي الباتر ميلك بتاعي. هحط بقى المكونات كلها على بعض، بس الدقيق انا مش هحطه كله مع بعض، انا هسيب بس شوية صغيرين على اساس ان انا طبعا زي ما انتوا عارفين ان بيختلف درجة كمية المية على حسب نوعه، فانا حطيت السوائل كلها مع بعض، فهسيب الدقيق على جنب وهزوده واحدة واحدة بعد كده. كونت المكونات كلها حطيتها على بعض وضربتهم وخلطتهم، وبعد كده هضيف عندي المعجون الدقيق ده بعد ما انا اتكون عندي عجينة ناشفة شوية. بعد كده هحط المعجون بتاع الدقيق ده وهخلطهم برضو. انا احتاج عندي بالظبط معلقة دقيق بعدها، ما احتاجش حاجة تاني. بعد كده هبدأ ان انا اخد العجين من اخرج العجينة. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ انا خرجتها على البورد عندي برشة دقيق كده بس، وعجنت فيها شوية، وبعد كده رشيت زيت في البولة، وبعد كده حطيت فيها العجين وهغطيه يخمر بقى براحته. بعد كده هجهز بقى عندي الصوص بتاع السينابون. عندي بالظبط 3 مكونات: سكر، زبدة، وجبنة كريمي والفانيليا. هنحطهم مع بعض ونضربهم، يبقى كده عندي صوص تقيل بجد وطعمه خطير. هسيبه بقى في التلاجة وهجهز الحشوة بتاعتي. انا عندي طبعا زبدة في درجة حرارة الغرفة، وعندي سكر بني بس عادي ممكن نستغنى عنه ويبقى سكر ابيض عادي. حطيت السكر على الكاكاو على القرفة، وحطيت نشا بسيطة خالص عشان بتساعد ان المكونات دي تمسك في العجينة. وبعد كده هخلطهم مع بعض وهبدأ ان انا افرد عندي العجينة بتاعتي. شايفين العجينة عاملة ازاي بعد ما اختمرت؟ هفردها بقى عندي على البورد، وما ننساش نرش تحتها دقيق عشان بس واحنا بنفرد واحنا بنلمها ما تلزقش. هفردها كلها ونحاول ان هي ما تبقاش سمكها رفيع قوي، لا انا عايزاها السمك بتاعها يعني متوسط. وبعد كده هبدأ ان انا افرد الزبدة بتاعتي على العجينة كلها كويس، وهرش الخليط كله اللي انا عاملاه على العجينة. وهبدأ ان انا الف، وانا بلف اخلي بالي ان هي ما تبقاش لفة على الواسع، لا انا عايزة الفها كويس قوي، الرول يبقى على الضيق جدا. قبل ما نلف ده هدوس عليهم تاني كويس قوي كده بالنشابة، عشان يعني الخليط ده يمسك كويس في العجينة. وبعد كده هبدأ ان انا اقطع العجينة عندي. انا قسمتهم حوالي 4 سنتي كل قطعة، وبالخيط نبدأ ان احنا نقطع او بالسكينة مش فارقة كتير. بعد كده هبدأ ان انا ارصهم بقى في الصينية عندي واسيبهم يخمروا تاني. بس المرة دي مش هنسيبهم كتير. واول ما يخمروا شايفين شكلهم وبعد ما خمروا عامل ازاي؟ دي بقى خطوة اختيارية ممكن نعملها وممكن لأ. لو في اي كريمة خفق
هننزل عليها بالوش كده، هي برضو بتديها طراوة رهيبة. هننزل على وش السينابون كده بيه بشوية يعني مش كتير، وبعد كده ندخلهم على الفرن على طول على درجة حرارة 200. ده بعد ما خرج من الفرن شايفين طري قوي ازاي، مش بناكل عيش فينو خالص. نبدأ بقى نحط الصوص عندنا ونزينه بصوص شوكولاتة او كراميل اللي انتوا عايزينه. بجد فظيع حلو قوي، وطري لتاني وتالت يوم، طري زي ما هو. جربوه وقولوا لي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.